حبايب، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من سلسلة التجارب. اليوم راح نجرب هواي منتجات، فراح تصير أكثر من جزء أو أكثر من حلقة. طبعا لازم تتابعون الأخير لأن راح تصير أشياء أسطورية بهاي الحلقة. فطبعا أكيد راح أقيم المنتجات بكل أمانة وصراحة واستمتعوا بالحلقة. تابعوا الأخير طبعا ويلا. وأكيد مثل ما عودتكم على قرعة الشوز، يلا خلينا نسويها. أكيد أنا بولا برتقالة قال لي عمي يحسب من 1 ل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وطلع الاختيار على هذا الحذاء. شوفوا التكنولوجيا. وهنا لقيت خانة السينما العراقية وبيها كل الأنواع اللي موجودة من هاي الشيبسات والشاميات، فقررت إنه أجيب كل نوع من عندهم، وأكيد راح أجربهن وأعطيكم رأيي بيهن. خليكم وياي ولا تنسوا اللايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم. بهاي الخانة بيها أحجام وأسعار ونكهات مختلفة، وطبعا راح أحكي لكم عنها بوقت التجربة. جبنا كل هاي الشغلات مثل ما تشوفون، فطبعا راح اسوي بيهن اكثر من حلقه. فاليوم حلقتنا راح تكون عن منتجات السينما العراقيه، فيلا خلينا نبلش. وهسه فرغت كل المنتجات مال السينما العراقيه، طبعا هن 6 وانا جبت كل نوع لقيته. طبعا يعني انا ما ادري هل اكو يعني انواع اكثر، ما ادري، فجبت كل هذني اللي لقيتهم. فيلا تعالوا خلينا نجرب بالسرعه. فخلينا نجرب هذا اللي هو بالكراميل. اوكي، هل هو صدق طعمه مثل الكراميل؟ خلينا نشوف. فهسه خلينا نفتحه. حتى بيها لون يعني مال الكراميل مثل ما تشوفون هيجي. فيلا هسه اجى وقت التجربة. اوكي عندنا هاي، شوفوا شكله كلش عجبني. فيلا 1 2 3. صراحة طعمها مو كلش هيجي مثل الكراميل، بس يعني هم طيبة وأحس بيها مرورة، ليش ما أدري، أحسها أقرب للقهوة بصراحة. هي مو كلش عجبتني. فهسه خلينا نشوف شو نجرب من هذني. وهسه راح نجرب أبو الملح والزبدة. فيلا خلينا نفتحه. أوكي شكله عادي يعني، حتى ما يحتاج أراويكم. فأوكي يلا بسم الله خلينا نجربه. عجبتني حيل، يعني طعمها منها الشامية العادية بس طيبة. طبعا أنا أحب الشامية بكل أنواعها، فبصراحة عجبتني وطيبة أكيد يعني. ونكهة الملح كلش موزونة أسطورية، والزبدة هيك أحس بيها شوية الزبدة، فطعمها أسطوري. هسه راح نجرب بالجبنة الفرنسية مثل ما تشوفون، هذا هو شكله. ويلا خلينا نفتحه. اوكي خلينا نشوف الشكل من جوا. متروسة شوية بيها لون، فخلنا نراويكم. اوكي طبعا هاي سعرها 1000 ربع. طبعا نسيت اقول لكم انه هذين الصغار سعرهن ربع. فيلا هسه اجى وقت التجربة مال الجبنة الفرنسية. ليتس جو. اوكي يلا 1 2 3 بسم الله. تشبه شامية سكنونة بس أسطورية والله، مثل مطرها والله، طعمها خرافي. بس خلنا ناخذ واحدة ثانية. وطبعا أنا مسوي حلقة على شامية سكنونة اللي هي مطرها عليها، والرابط هنا روحوا شوفوها. اوكي بصراحة طعمها أسطوري وتشبه مطرها، بس تبقى مطرها أحسن. اوكي وهسه طبعا أسطورية حيل عجبتني. خلينا نحطها هنا ونروح لهاي اللي هي بشنو، بس خلينا نقراها. بنكهة الذرة الحلوة. اوكي مثل ما تشوفون هذا هو شكله، وخلينا نفتحه. هم بيه لون بس يعني مو مثل ابو الجيم، فمثل ما تشوفون هذا هو اللون. ويلا هسه اجى وقت التجربة. اوكي بصراحة مو كلش احب الذرة، بس يلا خلينا نجرب. 1 2 3 بسم الله. بصراحة مو كلش عجبني، صاحبي طعم ذرة وانا حتى ما احب الذرة بصراحة. وبيها حلا يعني ما اعرف طعمها مو كلش، مو عجبني، ما اعرف، هو بس لونها عجبني بصراحة، بس لونها مو كلش. طبعا هي اذواق، فيمكن اكو واحد غير يحب الذرة راح يعجبه هذا الطعم، بس انا بصراحة عن نفسي انا ما احب الذرة، فيعني ما عجبتني حيل. فهسه تعالوا خلينا نجرب واحد من هذين الاثنين. فراح اجرب هذا ابو المشاوي. هو المشاوي، ايه المشاوي الشواء. فهل هو صدق طعمه يعني طعم الشواء او لا؟ خلينا نشوف. نفتحه. اول شي الريحة. الريحة بصراحة يعني مبينة مال المشاوي، وبنفس الوقت هذا هو شكله مثل ما تشوفون.
فيلا هسه خلينا نبدي نجربه. اوكي 1 2 3 بسم الله. حرفيا تشبه نكهة شواء بس شوية لو مزيدين نكهة راح تصير احسن بهواية. فبصراحة عجبتني، بس هو النكهة يعني لو شوي مزيديها راح تصير اسطورية. وبالنسبة لكم يعني اكو ناس يمكن يحبوها، بس انا يعني هم حبيتها بس مو كلش. فيلا هسه خلينا نحطها هنا. واجا وقت العملاق الاسطوري اللي هو هذا اللي بتصيره. بس خلينا نقرا. ملح وخل مثل ما تشوفون. طبعا هذا سعره 2000 دينار. فيلا خلينا نفتحها ونشي والخل هو طيب او لا. شوف طبعا شوفوا شكل الشيبس هنا. خلنا نراويكم بالحقيقة شكله كلش اسطوري مثل ما تشوفون. وهذا من جوا متروس ترس. فهسه تعالوا خلينا نجربها اكثر شيء متحمس له. 1 2 3 بسم الله. صراحة طعمه اسطوري. حتى يعني الخل يجرح ريحة. طعم الخل اسطوري يعني موزونة اسطورية بصراحة. كلش عجبتني. هسه مثل ما تشوفون جربت كل الانواع. وطبعا انا هم ما اعرف يعني هل اكو انواع اكثر ما ادري، بس انا جبت اللي لقيته. فحاليا اجى وقت التقييم. وهسه خلينا نقيم بالسرعة. عندنا هذا بصراحة يعني مو كلش عجبني هذا بنكهة الكراميل، وحتى بطعم احسه قهوة حتى مو كراميل، فممكن اعطيه 4. عندنا هذا بالجبنة عشقي فراح اعطيه 8 لانه اسطوري. الجبنة الفرنسية طبعا. وعندنا هذا بالذرة الحلوة بصراحة ابد يعني فما عجبني. بالنسبة لكم يمكن تعجبوا يعني قصدي يعجبكم. فبالنسبة لي انا ما احب الذرة وراح اعطيه 0 بصراحة. يعني انا ما احب الذرة. شو اسوي بعد؟ فهم يعني انا مو مجرم بصراحة، بس يعني ما احب. اوكي هسه عندنا بالملح والزبدة. طبعا هذا يعني طعمه عادي بس طيب. الملوحة كلش موزونة وبيه شوية طعم مال الزبدة. فراح نطي مثلا هو 7.5 هيك. عندنا شواء هو حرفيا نفس طعم الشواء بس ناقصه شوية نكهة زيادة على مود يصير فول وعلى حسب الأصول. فيعني راح أعطيه 9 لأنه كلش عجبني. وهسه نجي للملك العملاق ذا بوس. طبعا ما يعرف بوس يعني زعيم. أوكي طعمه أسطوري فراح أعطيه 10 لأن طعمه أسطوري يخبل كلش. والحموضة موزونة وكل شيء موزون. فأوكي خلصنا التقييم. وعندنا هذا الفائز اللي هو العملاق الوحش. وهسه قيمنا كل المنتجات. وهسه اجى دوركم. هل انتم مجربين من هاي المنتوجات؟ وكتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر شيء عجبكم من بين كل هذني. فاوكي هسه خلص الجزء الاول يعني منتظركم هواي اجزاء. اوكي خلص الجزء الاول من هاي الحلقه. ولا تنسون دعمكم على هذا الفيديو وحطوا لايك واشتراك. والصدق انتظرونا بالجزء الثاني القادم افضل. ويلا بس مع السلامه.